بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم عن محصول السمسم، أحد المحاصيل الزيتية الهامة اللي بيجوز زراعته في جميع الأراضي المصرية الصفراء والخفيفة والثقيلة والطمية والطينية جيدة الصرف. سليم. يحتاج الفدان إلى 20 متر مكعب سماد بلدي خليط محلل من المواشي والدواجن والفيرم كومبوست. بنحرث الأرض حرث جيد، ثم نضع الخدمة، ثم نحرث، ثم نسوي الأرض، ثم نخطط الأرض بمعدل 14 خط على القصبتين. ميعاد الزراعة من 15/4 حتى 30/5، اللي هو من منتصف إبريل حتى نهاية مايو. معدل التقاوي أو كمية التقاوي اللي يحتاجها الفدان بيحتاج من 2 إلى 4 كيلو جرام على حسب الصنف للفدان. يتم زراعته عن طريق 3 طرق للزراعة: الزراعة العفير على خطوط بمعدل 14 خط على القصبتين، عفير على خطوط بعرض 80 سنتي، أو بدار. طبعا بعد الزراعة بتتم الزراعة على بعد 25 سنتي بين الجرة والأخرى، وبين الخط والآخر حوالي 80 سنتي أو متر. العزيق بيتم العزيق مرة أو مرتين لتنقية الحشائش. إجراء عملية الخف طبعا بعد 21 يوم من الزراعة. جراء عملية الخربشة لخف الحشائش حول النبات بعد أسبوعين من الزراعة وتكامل نسبة الإنبات. الخف لابد من خف النباتات، ونجعل إن في الجورة الواحدة من 2 إلى 3 بذور، بعد كده من نعود 2 أعواد. التسميد طبعا بيتم عن طريق الفدان بيحتاج 20 متر سماد بلدي خليط مع 200 كيلو سوبر ناعم مع 50 كيلو كبريت زراعي. ماشي. التسميد البوتاسي يحتاج الفدان من 50 إلى 100 كيلو بوتاس بيوضع على جرعتين. التسميد النيتروجيني زي الفوسفات، زي النترات أو اللوريا والملح، ويفضل النترات أو الملح. يحتاج الفدان إلى 100 كيلو نترات نشادر، أو 150 كيلو سلفات نشادر، أو 200 كيلو نترات الجير. يبقى حاجة من الثلاثة دول. ويفضل إن الفدان بياخد له شكرتين ملح اللي هي سلفات النشادر، بتوضع على جرعتين أو على ريتين 2. العناصر الصغرى بيحتاج النبات السمسم إلى من 60 جرام زنك، 40 جرام حديد، 50 جرام منجنيز، زائد 20 جرام نحاس، ونخلطهم مع بعض على 300 لتر أو 200 لتر ماء رش مرتين 2 في العروة. طبعا بيراعى الرش بدري أو بعد العصر في اتجاه الريح، عكس اتجاه الريح، بعيد عن الأمطار، جو الأمطار. طبعا بيحتاج النبات إلى رشة حشري، رشة فطري، رشة مغذي. بالإضافة إلى عفان الجذور ممكن نضيف له كبريتات نحاس أو برمنجانات البوتاسيوم أو هيدروكسيد النحاس أو كسكلور النحاس. الري طبعا السمسم من المحاصيل الحساسة للري والرطوبة، وما بحبش الري كتير ولا الرطوبة كتير. الري على الحامي في الصباح الباكر أفضل، يفضل الري في آخر النهار. طبعا عدم الري بعد ظهور علامات النضج. النضج بيتم من بعد 105 إلى 120 يوم من الزراعة. الحصاد طبعا بيتم نقل المحصول إلى المنشر أو الجرن، ويتم الحصاد بتقطيع النبات فوق سطح التربة وربطه في حزم بقطر من 35 إلى 40 سنتي. طبعا ثم تنقل الحزم إلى الجرن أو المنشر في أكوام من 4 إلى 6 حزم على شكل هرمي، بحيث تكون قمة النبات لا أعلى، ثم تترك حوالي من 10 أو 15 يوم للجفاف. التخزين يتم غربلة السمسم ويعبأ في أجولة نظيفة من الخيش، ويحفظ في أماكن جيدة التهوية. طبعا مكافحة الآفات والأمراض زي الآفات الحشرية زي الدودة القردة والدودة الخضراء والحفار. طبعا بنحط 15 كيلو تشيش، زائد كيلو زنك، فوسفيت زنك،
زائد لتر ونص كلوروبروفوس او ملاسيون او ديمسويت مع لتر ونص ماء مع ربع كيلو عسل مع ربع كيلو مادة نشرة، ونخلطهم مع بعض ونبدأ نعملهم طعوم سامة. بنضيفهم في الأرض أو نوزعهم على أطراف الأرض لعلاج الدودة القاردة والحفار والدودة الخضراء والفئران. دي طبعا اسمها الطعم السام. وممكن نضيف بعض برضو المصائد الحشرية أو المفترسات. طيب، أهم الأمراض الفطرية طبعا بيصيبوا زي أمراض زي أمراض العفن، عفن الجذور، بنعالجها بالكبريتات النحاس أو برمنجات البوتاسيوم. أو أمراض فطرية ممكن نرش رشة البياض أو الصدى. المقاومة طبعا اتباع دورة زراعية، حرق المخلفات بعيدة عن الأرض المصابة، الزراعة في الميعاد المناسب، استنباط أصناف مقاومة للأمراض. طبعا مرض الذبول طبعا من الأمراض الفطرية، طبعا بنحط له كبريتات نحاس أو برمنجات. تبقع الأوراق ده من النباتات من الأمراض الفطرية، طبعا بنرشه إما سيفونات الميثايل أو المانكوزيب أو ميتالاكسيل أو الكبريت الميكروني، ده بيعالج. طب المقاومة الحيوية ممكن نعالجه أو نقاومه بزراعة أصناف مقاومة، حرق مخلفات النباتات المصابة، الاعتدال في الري والتسميد الأزوتي، يعني ما نسميتش تسميد أزوتي كتير، ويكون الري متوسط. بعض طبعا المواد اللي بتستخدم لأعفان الجذور زي كبريتات النحاس أو كبريت الميكرون أو هيدروكسيد النحاس أو برمنجانات البوتاسيوم أو أكسوكلور النحاس أو مادة الكابيتان أو مادة سيفونات الميثايل أو مادة الأوزوكسيستروبين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.